السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في مطبخ داليا. النهاردة إن شاء الله هنعمل مع بعض فطيرة باللحمة المفرومة. شكلها تحفة وطعمها تحفة. شايفين يا جماعة قد إيه طرية وهشة، وكمان مكوناتها اقتصادية وموجودة في كل بيت. وهفتحها كمان علشان نشوفها من جوه عاملة إزاي. وشايفين قد إيه طرية معانا، وإن شاء الله ممكن تنفع للفطار، تنفع للغدا وتنفع للعشاء. شايفين يا جماعة شكلها عامل إزاي؟ بجد حلوة جدا. وصفة سهلة وبسيطة وسريعة ومخدش مننا أي وقت. وقبل ما ندخل على الطريقة، ياريت تعملي لي لايك واشتراك في القناة. ويلا بينا نسمي الله ونصلي على الرسول ونشوف معانا ايه. أول حاجة معايا هنا كوباية من المية، معايا كمان معلقة سكر، نص معلقة ملح، وعندي كيس خميرة فورية، عندي كمان معلقتين من الزبدة، عندي كمان هحط بياض البيضة وهسيب الصفار هحطه على جنب علشان هنستخدمه في الاخر. وحطيت كمان رشة فلفل اسود. وهقلب بقى كل المكونات بتاعتنا دي مع بعض. شايفين بقى يا جماعة، ممكن كمان تستغنى عن الزبدة وتحط مكانها نص كوباية زيت. بعد كده نزلت باربع كوبايات من الدقيق، وهبدأ بقى يا جماعة اعجنهم كده مع بعض لحد طبعا ما الدقيق بتاعي يختفي وتبقى عندي عجينة طرية ومش بتلزق في الايد زي اللي هنشوفها مع بعض دلوقتي. بلم بقى كل العجينة بالشكل ده كده، ونزلت بقى بالعجينة بتاعتي على الرخامة وفضلت اعجن فيها شوية حلوين، حوالي كده 6 7 دقايق لحد ما كانت بالشكل ده كده يا جماعة. وبعد كده حطيتها بقى في الطبق بتاعي وبغطيها، وهسيبها بقى حوالي نص ساعة تخمر على بال ما نجهز الحشوة بتاعتنا. بعد كده عندي هنا طاسة حطيت فيها معلقتين من الزيت، ونزلت ببصلاية كبيرة كده مفرومة، وهبدأ بقى اشوح البصلة في الزيت بالشكل ده كده يا جماعة لحد كده ما مية البصلة كلها تنشف وتدبل معايا بالشكل ده كده. طبعا ما خدتش لون ولا اي حاجة، يا دوبك تدبل بس. بعد كده نزلت كمان، يعني الفطيرة بتاعتنا دي تنفع بربع كيلو لحمة مفرومة. لو عندك ربع كيلو لحمة مفرومة هتعمليها. نزلت بقى باللحمة المفرومة بتاعتي وهبدأ اشوحها كده لحد ما لونها يتغير بالشكل ده كده يا جماعة. وخلاص بعد كده بقى هنزل بفص توم او فصين توم مفروم وهشوحه برضو مع اللحمة. وبعد كده عندي كمان واحدة فلفل احمر وواحدة كده اصفر، ضربتهم برضو في الكبة. وبعد كده بشوح الفلفل مع اللحمة والثوم والبصل بالشكل ده. وبعد كده بقى هنزل بالتوابل بتاعتي. معايا هنا فلفل اسود، معايا قرفة وجنزبيل، ومعايا بابريكا، ومعايا توابل اللحمة، ومعلقة ملح. هشوح بقى التوابل بتاعتي مع اللحمة. وطبعا اللحمة بتاخدش وقت خالص يا جماعة على النار. وبقت كده تمام. بعد كده خلاص برضو العجينة بتاعتي كانت اختمرت. هخرج بقى منها الهواء بالشكل ده كده، وهرش رشة دقيق على الرخامة، وهرش كمان رشة كده فوق العجينة. وهبدأ بقى افردها كده بالنشابة، يعني على قد ما اقدر كده على شكل مستطيل. شايفين عشان العجينة معانا مرتاحة كويس بتتفرد معاكي بكل سهولة. بعد كده بقى هجيب حشوة اللحمة اللي عملناها مع بعض. طبعا بعد ما بردت خالص ما ينفعش نحط الحشوة وهي سخنة على العجين. فردتها كده يا جماعة بالشكل ده كده. وبعد كده جبت بقى الجبنة، هحط كده شوية من الجبنة شيدر او موتزاريلا او ميكس الموجود عندك حطيه. وبعد كده بقى هقفل عليها كده على شكل رول بالشكل ده كده. وطبعا الطرف بتاع العجينة ما باجيش ناحيته بأي حشو علشان يقفل معانا بكل سهولة. قفلتها كده وجبت كده ورقة زبدة دهنتها دهن الزيت علشان هحط عليها بقى الفطيرة بتاعتنا اهو يا جماعة. وهقطع بس حتة كده من الطرف ده وحتة من الطرف ده علشان ألزقهم الاتنين في بعض. شايفين بقى شكل الفطيرة بتاعتنا. بعد كده هبدأ بقى أقطعها بالسكينة، وكل ما أقطع حتة ألفها كده يا جماعة بالشكل ده. شايفين؟ بلفها لفة واحدة بس. باخد كده بسحب من السكينة لبره، وبعد كده بلفها بالشكل ده لحد ما خلصت الفطيرة بتاعتي بقى كلها. جبت الصاج بتاعي وهحط بقى عليها الفطيرة بتاعتي بالشكل ده. فاكرين بقى
صفار البيض اللي حشناه على الوش. بس الاول هسيبها تخمر للمره التانية حوالي بس تلت ساعه. وبعد كده يا جماعه شايفين بعد ما خمرت للمره التانية وشكلها اتضاعف بالشكل ده كده، جبت بقى صفار البيضة حطيت عليهم معلقتين من اللبن وكمان نص معلقة صغيرة من الخل، وهدهن بقى وش الفطيرة بتاعتنا بالشكل ده. تمام كده اهو، هدهنها كلها بصفار البيضة. وطبعا في الوقت ده بيكون الفرن شغال طبعا علشان تدخل فرن سخن، بتدخل على درجة حرارة 200. وطبعا لو عندك فوق وتحت مع بعض، انا بشغل فوق وتحت مع بعض. واخر حاجة بحطها لها بقى شوية من حبة البركة لو عندك طبعا، وكمان شوية من السمسم. وده اختياري، لو مش حابة تحطي اي حاجة براحتك خالص. وزي ما قلتلك بقى هدخلها على فرن سخن. لازم تكوني مشغلة الفرن قبلها علشان تدخل على فرن سخن، لكن الفرن بتاعك لو بارد الفطيرة بتاعتك بتنشف جوه الفرن. هدخلها بقى الفرن، اول ما تخرج بقى نشوفها. قعدت حوالي يا جماعة يعني من 25 دقيقة ل30 دقيقة، وطبعا على حسب الفرن بتاعك. وطبعا اول ما بتخرج من الفرن بغطيها على طول بفوطة علشان تبقى معانا طرية. ولو حابة ترشي عليها رشة مية قبل ما تغطيها براحتك خالص. شايفين بقى قد ايه طرية، وكمان الحشوة فيها كانت حلوة جدا. وكمان قطعتها اهو يا جماعة عشان نشوفها كده من جوه عاملة ازاي. جربيها بقى هتنفعك وجبة غدا وجبة عشاء، حلوة جدا. وكمان مكوناتها موجودة في البيت، وطريقة تشكيلها سهلة وبسيطة. وطبعا لو عجبك الوصفة ياريت تعملي لي لايك واشتراك في القناة. اشوفكم على خير يا رب الفيديو اللي جاي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.